في لحظة غضب بيتاخد قرار. الأب والأم بيقرروا يبعدوا عن بعض، بس محدش بيفكر إن اللي بيتكسر فعلا مش العلاقة، ده قلب الطفل. هو مش فاهم ليه بقى يعيش بين بيتين، ليه بيسمع صوت خناق بدل الضحك، وليه كل ما ينام يحلم ببيت واحد ما بقاش موجود أصلا. الكبار بعد الطلاق ممكن يبدأوا من جديد، بس الطفل بيعيش حياة ناقصة، مليانة وجع وخوف ودموع صامتة. بيتغير سلوكه وبينعزل، وممكن كمان يكره فكرة البيت نفسها، لأنه اتعلم إن البيت ممكن يتهد في لحظة، وإن الأمان ممكن يختفي في لحظة. الطلاق مش دايما غلط، بس الغلط الحقيقي لما ننسى إن الطفل مش طرف في الخلاف، هو الضحية فيه.